أوقات الحب بيجي من غير مواعيد ومن غير كمان حساب. مش بنكون مقررين امتى اللحظة اللي هنحب فيها، وللأسف مش بنكون عارفين نتيجة الحب ده ايه، سعادتنا ولا شقائنا طول الحياة. فمستحيل ننكر حد احنا حبيناه في يوم من الأيام طول ما احنا شايفين منه الحلو كله قصاد عينينا. النهاردة معانا حكاية كنزي للكاتبة المبدعة الجميلة أميرة محمد. كنزي بنت طموحة وجميلة وذكية، عندها 22 سنة. كانت بتعمل انترفيو لشغل في الشركة، كانت مستنية المقابلة لما لقت واحد بيقرب منها وبيقول لها: انت مقدمة على الشغل هنا في الشركة؟ اه. حضرتك مين؟ انت تعرفني؟ لا ابدا، انا معرفكيش ولا حاجة، بس انا مقدم انا كمان. كنت عايز اعرف منك شوية اجابات واسئلة من اللي هم بيسألوها جوه. كنزي ضحكت وقالت: أكيد الأسئلة مش بتكون ثابتة يعني، وأكيد برضو إجابتي مش هتكون نفس إجابتك. عبد الله حس بحرج وقال لها: طب أنا آسف لو كنت أزعجتك، بعد إذنك. عبد الله دخل الانترفيو قبلها، وجوه معرفش يرد ولا يجاوب على أي سؤال خالص. كان متوتر وخايف لدرجة إن صاحب الشركة قاله: للأسف أنت ما ينفعش تشتغل معانا في الشركة، أنت ما عندكش أي ثبات انفعالي خالص، ولا حتى قادر تجاوب على الأسئلة بتاعتنا. عبد الله رد عليه: أنا أول مرة أقدم على شغل ومتوتر شوية، أرجوك سامحني. صاحب الشركة رد عليه: تمام تمام، سيب رقمك وهنبقى نتواصل معاك بعدين. عبد الله خرج وهو مش مبسوط، بصلها ومشي، وده كان دورها، فما فهمتش ودخلت على طول على جوه. لكنها كانت زي عبد الله متوترة وخايفة، وصاحب الشركة قال لها نفس الكلام، فنزلت من الشركة وهي متضايقة. لقيته مستنيها تحت وبيقول لها: عملتي ايه؟ أسئلتهم صعبة قوي على فكرة، أنا معرفتش أجاوب على أي سؤال خالص، ولا عرفت أكمل الانترفيو أصلا. كنزي قالت له وهي بتعيط: وأنا كمان على فكرة، الشركة دي نظامها صعب قوي بجد، دول مخلينا نعمل انترفيو علشان يبوظوا نفسيتنا وخلاص. عبد الله رد عليها: طب قوليلي، انت عندك كام سنة وخريجة ايه؟ أنا عندي 22 سنة وخريجة كلية تجارة، لسه متخرجة السنة دي، ودي أول تجربة ليا. وإنت؟ أنا كمان زيك ونفس ظروفك وفي نفس السن والكلية كمان، واضح إننا لسه هنترفض كتير قوي. امسحي دموعك، وفريهم لشركة تانية. كنزي ضحكت بدون ما تقصد وقالت: تصدق عندك حق، لسه هيقابلنا حاجات كتير قوي. يلا بقى، أنا همشي، فرصة سعيدة قوي إن أنا اتعرفت عليك. يا هو أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي عبد الله. أنت بقى اسمك إيه؟ أنا اسمي كنزي. اسمك حلو قوي على فكرة، أنا مغرمة بالاسم ده. عبد الله رد عليها: ميرسي قوي. طيب ممكن رقمك علشان لو في تقديمات على أي شغل في شركات تانية نتواصل مع بعض؟ كنزي ردت عليه: ماشي، مفيش مشكلة، اكتب الرقم. كنزي يومها رجعت على البيت، طول الطريق كانت بتفكر في عبد الله، وأول ما دخلت من الباب لقت مامتها بتقول لها: ايه يا حبيبتي، طمنيني عملتي ايه في الانترفيو بتاعك؟ كنزي ردت عليها: غالبا كده ما اتقبلتش يا ماما، بس اهو اديني اخدت خبرة الحمد لله. شيماء ردت عليها: طب ما تزعليش نفسك يا بنتي، خيرها في غيرها ان شاء الله، ويا عالم يمكن بعد كل ده تتقبلي. كنزي ردت عليها: ايوه، على رأيك يا ماما، محدش عارف الخير فين. المهم انا هدخل بقى اريح شوية علشان انا جاية مصدعة قوي. كنزي دخلت اوضتها على طول، ومرضيتش تحكي لمامتها حاجة بخصوص عبد الله، علشان عارفة ان مامتها مش هتكون راضية عن تصرفاتها. وبعد شوية كان عبد الله بيرن عليها وبيقول لها: طمنيني عليكي، انتي وصلتي ولا لسه؟ كنزي: ايوه الحمد لله وصلت يا عبد الله، ميرسي قوي على اتصالك. انت بقى وصلت ولا لا؟ اه وصلت، بس وانا في المواصلات قلت اما اسلي نفسي وافتح الفيسبوك شوية، لقيت اعلانات عن شركة جديدة طالبة موظفين حديث التخرج، ايه رأيك لو نروح نقدم فيها بكرة؟ كنزي: طب والله فكرة حلوة، ابعتلي اللينك على الواتساب وانا هقدم فيها ونشوف، يمكن تكون دي اللي فيها الخير. كنزي وعبد الله فعلا قدموا عن طريق النت، وبعدها بيوم كانوا قاعدين مع بعض بره في كافيه، وكان عبد الله بيقول لها:
أنا قلت بصراحة أكلمك ونتقابل علشان نحضر مع بعض الكلام اللي ممكن يتقال في الأسئلة اللي هنتسألها في الانترفيو. كنزي: أيوة، ما هو ده اللي شجعني إن أنا أجي قبلك. على فكرة، أنا محدش في البيت عندي يعرف إن أنا معاك دلوقتي، أحسن دول لو عرفوا هتبقى مشكلة كبيرة قوي. عبد الله: أيوة أيوة، أنا عارف في أهالي مش بتحب الصداقة بين الولد والبنت، لكن على العموم إحنا بس بنتكلم في موضوع الشغل وهنمشي على طول. وفعلا فضلوا يتكلموا شوية بخصوص الانترفيو بتاع الشركة، لحد ما عبد الله قال لها: على فكرة يا كنزي، انت ذكية وجميلة قوي، أنا مش بعاكس والله، بس دي حاجة أنا لاحظتها. كنزي: ميرسي قوي يا عبد الله، ده من ذوقك والله، انت كمان شاب طموح وكويس، وإن شاء الله هيبقى ليك مستقبل. عبد الله: أيوة إن شاء الله، كل حاجة بإيد ربنا، المهم يلا بقى علشان ترجعي البيت ونتقابل يوم الانترفيو. كنزي رجعت البيت وكانت فرحانة قوي، حاسة بقى بأحاسيس غريبة هي أول مرة تحس بيها من قعدتها مع عبد الله. طبعا ما حكتش لمامتها حاجة، لكنها فضلت تتكلم مع عبد الله في الشات، وأختها آية هي اللي لاحظت وقالت لها: أمال انتي مشغولة مع مين كده من وقت ما جيتي من بره؟ كنزي: هقولك، بس اوعي تقولي لبابا أو لماما، أحسن هيعملوا معايا مشكلة كبيرة قوي ومش هيخلوني أمسك التليفون تاني، ولا حتى هروح الانترفيو بتاع الشركة الجاية. آية: قوليلي، شكلك بتعملي حاجة كبيرة قوي من ورانا. كنزي حكت لها كل حاجة بخصوص علاقتها بعبد الله، واختها اتفاجئت وقالت لها: غلط طبعا يا كنزي، وانت ايه عرفك الولد ده يكون بيتسلى بيكي، ولا ايه ظروفه؟ نصيحة: ابعدي عنه، ولا انترفيو ولا غيره. كنزي: يا بنتي احنا كل كلامنا بخصوص الانترفيو وازيك وعاملة ايه والحوارات دي وخلاص. آية: طيب انا على العموم حذرتك وخلاص، وعملت اللي عليا وبراحتك بقى. كنزي: اوف يا ايه ده، بلاش تخوفيني بالله عليكي، وبعدين احنا هنعمل بس الانترفيو الجاي ده وكلامنا هيقل اكيد. آية بتريقة قالت: ان شاء الله، انا زي ما قلتلك انا حذرتك وعملت اللي عليا وبس، ماليش دعوة بقى بالباقي. كنزي برضو فضلت تكلم عبد الله لحد ما جه اليوم بتاع الانترفيو، وبعدها كانوا خارجين من الشركة وهم مبسوطين قوي قوي، وعبد الله قال لها: انا حاسس ان هتقبل ان شاء الله في الشركة دي، انا المرة دي كنت واثق من نفسي قوي بفضل التدريبات اللي احنا عملناها سوا، وان احنا حضرنا الاجابات لكل حاجة ممكن تتسأل. كنزي: انا كمان فرحانة قوي قوي يا عبد الله، دول قالوا لي انهم مبسوطين مني قوي، يا رب يفرجها علينا المرة دي بقى يا رب. عبد الله: طب تعالي بقى انا عازمك على ايس كريم الحلوة دي، ايه رأيك؟ كنزي: ماشي موافقة، بس مش عايزين نتأخر قوي بره برضو علشان بابا وماما بيقلقوا عليا وكده. وهناك في محل الايس كريم كانوا بياكلوا سوا، لما عبد الله قال لها مرة واحدة: انا حبيتك قوي يا كنزي في خلال الفترة القليلة دي اللي احنا اتعرفنا فيها على بعض. كنزي اتكسفت وقالت له: شكرا يا عبد الله على مشاعرك اللطيفة دي، بس أكيد حب أخوي يعني مش كده؟ عبد الله: لا لا، مش حب أخوي، ده حب من اللي جه في دماغك، أنا بحبك قوي يا كنزي. كنزي اتوترت وقالت: طب أنا لازم أمشي دلوقتي يا عبد الله، بعد إذنك. عبد الله: طب بس يا كنزي اسمعيني، أنا ما اقصدش أزعلك والله ولا أضايقك، طب خلاص خلاص خلاص، اعتبري إن أنا ما قلتش حاجة. كنزي: أنا آسفة يا عبد الله، بس أنا لازم أمشي دلوقتي، مع السلامة. كنزي سابته وهو فضل يلوم نفسه على إنه قال لها الكلمتين دول، ولما رجعت البيت لقيته رنن عليها عدد رنات كتير قوي. طلعت البلكونة وردت عليه وقالت له: اوعى تكون فاكرني يا عبد الله إن أنا بنت من بنات إياهم وهتمشي معاك، لا، اسمع ما أقولك، أنا بنت محترمة ومش بتاعت الكلام ده، أنا بس كل علاقتي بيك كانت الانترفيو خلاص. عبد الله: طب افهميني، انا كمان مش عاوز اتسلى والله العظيم يا كنزي، انا هاجي اتقدم لك بس نتقبل في الشركة ويبقى معايا وظيفة ثابتة، اعرف لما اتقدم اقول لاهلك ان انا بشتغل ايه. كنزي: ماشي يا عبد الله، على العموم لو انت قد كلامك يبقى تقطع علاقتك بيا خالص لحد ما نشوف نتيجة الانترفيو بتاع النهاردة، ولو اتقبلنا في الشركة يبقى كده اللي ليا عندك إنك تنفذ كلامك وتيجي تتقدم لي. عبد الله: ماشي يا كنزي، هتشوفي
هتشوفي إن أنا مش بتسلى بيكي. وفعلا عدى حوالي شهر كمان، كان عبد الله مش بيكلم كنزي خالص ولا هي بتكلمه، لكن فتح موضوع الجواز مع أبوه وأمه اللي كانوا مرحبين قوي. وأبوه قال له: وماله يا ابني، كده كده شقتك جاهزة، وانت بس تشتغل وتصرف على نفسك وعلى مراتك وخلاص، مش مطلوب منك أزيد من كده. الأم ردت: أيوة يا حبيبي، والدهب بتاع العروسة هيبقى كادو مني ليك يا حبيب قلبي. طبعا عبد الله كان متشجع بكلام أمه وأبوه، ولما جه يوم النتيجة لقاهم بيكلموه وبيبلغوه إن اتقبل، وحتى كنزي كلموها وكمان بلغوها إنها اتقبلت في الشركة. كانت الفرحة مش سايعاها. وقتها أخيرا ردت على مكالمات عبد الله وقالت له: أنا اتقبلت يا عبد الله في الشركة، الحمد لله. وأنت اتقبلت ولا إيه ظروفك؟ عبد الله: أيوة يا كنزي، أنا كمان اتقبلت. بقولك إيه، هم بلغوني إن إحنا هنبتدي شغل من الأسبوع الجاي. أنا بقى مش هستنى، أنا هجيب أهلي ونجيلكم يوم الجمعة، إيه رأيك؟ كنزي: موافقة طبعا يا عبد الله، وما عنديش مانع خالص. يلا خلينا نفرح بقى، ما تزعلش مني علشان ما كنتش بكلمك في خلال الشهر ده، بس أنا ما كنتش حابة أعمل حاجة من ورا أهلي، وندمت بصراحة على اللي حصل. عبد الله: وانا مش زعلان منك خالص، بالعكس انا مقدر انك بنت ناس ومحترمة، ودي حاجة تفرحني مش تزعلني. المهم يلا بقى هاتي رقم والدك علشان اخلي والدي يكلمه. وبالفعل والد عبد الله كلم والد كنزي على اللي هو عاوزه. والد كنزي فضل يسأله أسئلة كتير قوي، ومن خلال كلامهم مع بعض قال له: والله انا مقدر ان ابنك الوحيد وانك عاوز تفرح بيه، بس انا عاوز اقولك على حاجة. أنا بدور لبنتي على مستوى اجتماعي معين، أنا مش هجوزها واحد لسه متخرج ويادوب لسه بادئ يشتغل. أنا عاوز لها واحد يكون مقتدر ويقدر يعيشها، مش ياخد مرتبها ويصرف بيه على البيت. أبو عبد الله ما عجبهوش الكلام واتضايق قوي وقال: طيب أنا على العموم حاجة ترجع لك، وأنا ابني شقته خالصة وجاهزة من مجاميعه، وكمان معاه وظيفة، يعني مش هيعيبه حاجة. يلا مع السلامة. طبعا والد عبد الله راح يتكلم مع ابنه وقال له: ايه النسب اللي انت عاوزنا ندخل فيه ده؟ ده والدها ما بيفهمش في الذوق ولا الأصول خالص، والدها مش كويس. قال ايه؟ بيقول لي انا مش هخليها تصرف مرتبها في البيت، وهو ايه اللي دخله في الكلام ده اصلا من دلوقتي؟ عبد الله: طب استهدى بالله كده بس يا بابا يا حبيبي، وما تزعلش نفسك، خلاص خلاص اهدى. عبد الله قفل الموضوع مع والده علشان ما يتعبش، وراح كلم كنزي وحكالها على كل حاجة حصلت. وكنزي بقت مكسوفة قوي من كلام أبوها، وقالت له: أنا مش عارفة أقولك إيه يا عبد الله، بس صدقني أنا ما كنتش أعرف إن رد فعل بابا هيكون كده. هو عمره ما اتكلم معايا ولا قال لي أي حاجة عن مواصفات شريك حياتي إيه. أنا أسفة إني حطيتك في موقف زي ده. عبد الله: على العموم يا كنزي أنا حبيتك قوي، تفتكر إن أنا هتخلى عنك في يوم من الأيام؟ أنا بس ههدى شوية كده وهكبر دماغي لحد ما أبويا ما يهدى، وأحاول أفتح معاه الموضوع مرة تانية، لكن المرة دي أنا اللي هتكلم مع والدك، مش هحط أبويا في موقف زي ده خالص. كنزي: طيب ماشي يا عبد الله، ربنا يسهل الحال، وإحنا مع بعض أهو، أنت أثبتلي إنك فعلا بتحبني. كنزي كانت متضايقة قوي من اللي باباها عمله ومن تفكيره كمان، علشان كده فضلت على علاقة بعبد الله عن طريق التليفون، وحبهم لبعض زاد قوي لحد ما في يوم